السلام عليكم ورحمة الله. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، وهو إيه هو إزاي ناخد القرار الصحيح في تحسين معدلات التحويل لموقعنا. إزاي إن أنا ممكن أما أبدأ عملية تحسين معدلات التحويل للموقع بتاعي إن أنا آخد قرار صح يكون أقل مخاطرة ويوجهني للطريق سواء كان صح أو غلط. فبالنسبة لي أنا عشان أوصل للمرحلة دي في عندي حاجة اسمها مراحل اتخاذ القرار اللي هي بتبقى ال hierarchy of evidence أو ال CRO evidence. دي عبارة عن هرم إحنا بنستخدمه عشان إزاي إن إحنا ناخد القرار بتاعنا من المرحلة الأقل خطورة أو من المرحلة الأعلى خطورة للمرحلة اللي فيها نسبة المخاطرة منخفضة. في البداية أول حاجة إن إحنا لما بنيجي نتكلم عن مراحل اتخاذ القرار بنتكلم عن ال expert opinions أو آراء الخبراء وأفضل الممارسات. لما أجي أبدأ عملية التحسين لمعدلات التحويل أول حاجة إن أنا بعملها سواء من قبل عملية تعديل آه، معدلات التحويل في الويب سايت بتاعي ان انا ببدا التصميم بتاع الويب سايت بتاعي، اخلي الزراير دي شكلها كويس، اخلي الديزاين شكله عامه شبه الويب سايتس او شبه الكومبيتيتورز او المنافسين بتوعي. فبالتالي انا عندي هنا اللي هو راي المصمم او راي الخبير او افضل الممارسات المتبعه في مواقع تانية تكون شبيهه للمواقع بتاعتي. فدي اول حاجه احنا بنبدا بيها، ودي مرحله المخاطره بتبقى فيها عاليه لسبب ان احنا لسه ما نعرفش سلوك العملاء بتوعنا هيتعاملوا ازاي مع الويب سايت، وهل التصميم ده مناسب ليهم، وهل هيعلي نسبة التحويل ولا لا. بس من الافضل ان احنا لازم بنبدأ بالآراء الخبراء وافضل الممارسات عشان دي تبقى الارض الصلبة بتاعتنا او البيز لاين بتاعنا اللي هنبدأ نبني عليه الهرم بتاع عملية السي ار او سبرنت او عملية تحسين معدلات التحويل للموقع بتاعنا. تاني مرحلة اللي هي بتبقى طبعا أقل مخاطرة اللي هي اليوزر ريسيرش أو عمليات بحثية عن اليوزر بتاعنا، أو إن إحنا نبدأ نفهم هو إزاي اليوزر بتاعنا بيتعامل جوه الويب سايت عن طريق إن إحنا نعمل له اللي هي الكويزز أو السيرفيز أو ناخد منه فيدباك أو المراجعات بتاعة الناس التانية اللي جم استخدموا الويب سايت بتاعنا اوريدي. وطبعا ده بيتم عن طريق الجوجل اناليتكس، بنبقى شايفين رحله العميل جوه الويب سايت بتاعنا، وبنبدا ان احنا نتعامل من خلالها او نبدا نحدد قرارات بناء على المرحله اللي بعدها. بعد خلاص ما خدنا اليوزر بيتحرك ازاي، رحله العميل جوه البيزنس بتاعي جوه الويب سايت بتاعي بتبقى عامله ازاي، بنبدا ان احنا بعد كده نخش على الداتا اللي هي طبعا احنا جمعنا معظم البيانات، معانا طبعا رأي الخبراء بنينا عليه ان اليوزرز ابتدوا يجوا للويب سايت بتاعنا وابتدينا نعرف رحلتهم وسلوكهم جوه الويب سايت بتاعنا. بنبدأ بعد كده ان احنا ناخد الداتا نحللها، نوصل بيها لمرحلة افضل واقل مخاطرة في ان احنا ناخد قرار في عملية ايه تحسين لمعدلات التحويل. يعني اليوزرز دلوقتي لما وصلوا الويب سايت ابتدوا ان هم يتعاملوا، يكليكوا هنا، يقروا هنا، يقعدوا هنا، يسكرولوا هنا. طبعا الكلام ده كله اليوزر ريسيرش والداتا ساينس مترابطين مع بعض، وبيتم يعني العمليات البحثيه دي بتتم مع بعضها عن طريق طبعا ادوات زي بتاعت الهيت ماب وادوات الاناليتكس. خلص بقى العمليات البحثيه بتاعت اليوزر ريسيرش والداتا، ونجمع الداتا ونذاكرها كويس ونحللها كويس، نبدا ان احنا نعمل الاي بي تيستنج بتاعنا. نعمل طبعا نسختين من الويب سايت، نسخة هيروح عليها مجموعة ونسخة هيروح عليها مجموعة تانية، ونشوف أنهي فيهم الأعلى تحويل أو نسبة التحويل فيها أعلى، طبعا بناء على اليوزر ريسيرش والداتا اللي احنا خدناها من المراحل اللي قبلها. طبعا دي زي الاي بي تيستنج بتاعت اي حاجه في الدنيا زي الاعلانات. بعد طبعا ما عملنا مراحل الاي بي تيستنج بتاعتنا وابتدينا اختبرنا اكتر من نسخه للويب سايت بتاعنا، بنبدا بعد كده ان احنا نوصل للمرحله بقى اللي هي فيها الجروث بقى، فيها الشغل كله. بعد ما خلاص خدنا راي الخبراء، طلعنا وشفنا اليوزر بيتحرك ازاي في الويب سايت بتاعي، خدنا الداتا كلها وعملنا بيها اي بي تيستنج، بنعمل حاجه اسمها ميتا اناليسيز او الكور اناليسيز بتاعت بقى البيزنس ككل، من اول بقى في الفانلز كلها في الويب سايت، في صفحات الويب سايت كلها. بنشوف ازاي ممكن ان احنا ناخد النقطه دي نوصل من النقطه A ل B في التطوير او في تحسين معدلات التحويل عن طريق المراحل اتخاذ القرار بتاعنا.
ده بالنسبة لي اللي هو الهيراركي اوف ايفيدنس، او ان احنا ازاي بناخد قرار صح يتبني عليه عملية تحسين لمعدلات التحويل سليمة، وتكون المخاطرة بتاعتها أقل من إن إحنا ناخد قرار يكون المخاطرة بتاعته عالية ويأثر على البيزنس بتاعنا بشكل سلبي. طيب إيه الخلاصة في الموضوع، أو إيه اللي المفروض إن إحنا نعمله في الويب سايت بتاعنا بغض النظر عن المراحل؟ أول حاجة طبعا إن أنت تبدأ بكلام الناس اللي فاهماه وعارفة البيزنس وشايفه ان مثلا دلوقتي لما انا اعمل ناف بار بالشكل الفلاني ده هيعلي نسبه التحويل عن انك انت تعمله مش موجود. تعمل 3 شرط اللي هم الهامبرجر منيو، وان الناس تدوس على الهامبرجر منيو تطلع لك السلايدر في الناف بار. انت تبدا تشوف الكومبيتيتورز او المنافسين بتوعك ازاي بيتعاملوا مع الويب سايت بتاعهم. لازم طبعا تبقى قاري المنافسه وقاري الماركت ككل. فافضل الممارسات اراء الخبراء، دي احسن بدايه وده البيز لاين اللي المفروض كلنا نبدا منه. تاني حاجه، وهو نعمل طول ما احنا ماشيين في عمليه تحسين معدلات التحويل، ان احنا بنعمل اختبارات اي بي تيستنج. نبدا ان احنا نقسم صفحتنا لنسختين ونبعت مجموعه هنا ومجموعه هنا ونشوف السلوك بتاع العملاء هيبقى متوافق ازاي مع كل نسخه على حده. بعد كده طبعا احنا بنشوف السلوك العملاء بقى لما بييجوا يخشوا بقى على الاي بي تيستنج. احنا دلوقتي بندخلهم على نسخه مثلا الزر فيها في الحته الفلانيه، والنسخه الثانيه الزر فيها تحت شويه او فوق شويه او يمين شويه، او غيرنا التكست هنا، غيرنا النص هنا في الزر، وغيرنا النص هنا في الزر، او غيرنا الفاليو بروبوزيشن القيمه اللي انت بتقدمها له في الهيدلاين والسب هيدلاين، غيرنا القيمه من الصفحه دي للصفحه دي. فانت بتشوف سلوك العملاء وتفاعلهم مع كل نسخه من الويب سايتس بتوعك، وتبدا تشوف رحلتهم ماشيه ازاي. طبعا ده بيتم عن طريق الجوجل اناليتكس، ونشرح ان شاء الله في فيديوهات قادمه ازاي انك انت تحلل الفانل بتاعتك عن طريق الجوجل اناليتكس، وتعرف فين الزائر بيقع، فين الزائر بيقف، ليه بيمشي، ليه مش بيكمل، ليه بيتلخبط. كل ده ان شاء الله تقدر تفهمه من خلال الجي اي 4 او الجوجل اناليتكس. طبعا بعد كده ان انت بتاخد بقى ايه قرار بناء على كل اللي انت عملته قبل كده، سواء من افضل الممارسات، بعد كده الاي بي تيستنج، بعد كده سلوك العملاء. كل دول انت بتقدر تاخد منهم قرارات تبني عليها قرار سليم، او تبني عليها قرار سليم يساعدك في عمليه التحسين لمعدلات التحويل. فبالتالي انت قدرت انك تستفيد وتقلل مخاطرتك في عمليه التحسين. ده بالنسبة لموضوع مراحل اتخاذ القرار أو هرم اتخاذ القرار أو الهيراركي اوف ايفيدنس، اللي أي سي ار او سبيشالست أو متخصص في زيادة معدلات التحويل أو تحسين معدلات التحويل للمواقع لازم يبدأ إن هو يشتغل بيه. ولازم أنت تبدأ تطبقه على البيزنس بتاعك، تبدأ تشوف إيه أفضل حاجة موجودة في السوق. بعد كده تبدأ تختبر دي شويه ودي شويه، تقسم عدد الزوار اللي داخلين عندك، تودي مجموعه هنا ومجموعه هنا، وتبدا انك انت تشوف انهي نسبه التحويل فيها اعلى. بعد كده بتبدا تتابع السلوك العملاء جوه الويب سايت بتاعك ازاي، بيقعدوا قد ايه، بينزلوا سكرول لحد فين. الكلام ده كله بيساعد كتير انك تاخد قرار سليم وقرار صحيح في عمليه التحسين لمعدلات التحويل. ده بالنسبه ل فيديو النهارده، واتمنى انك انت ان شاء الله يعني تعمل لنا سبسكرايب بحيث انك تشوف الفيديوهات القادمه. ان شاء الله نبدا نفصل كل جزء من المراحل دي، وازاي ان احنا نعمله عملي، سواء عن طريق الاداه الويب فلو او عن طريق الجوجل اناليتكس او عن طريق ادوات الهيت مابس واليوزابيلتي تيستنج بتاعت اليوزرز والكلام ده كله. شكرا لكم واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.